من فضلك تعالى بدري تسلم من مشرط الجراح. يا اللي عندك غضروف من فضلك ما تتأخرش، تعالى بدري علشان ما تروحش لمشرط الجراح. يعني ايه؟ يعني احنا ممكن نعالجك ونخرج لك غضروفك من ظهرك من غير ما نفتح ظهرك. ايوه، عن طريق التفتيت والشفط. التفتيت والشفط فكرة جديدة خالص، يعني الهدف منها مش استخسار إطاحة بالغضروف، لا، احنا بنشيل جزء من المادة اللي هي نسميها نواة الغضروف، بنشيل جزء منها. فبنعمل ايه؟ بتؤدي الى انخفاض الضغط جوه الغضروف. انخفاض الضغط جوه الغضروف يعني الضغط على العصب يقل. احنا عايزين نقلل الضغط جوه الغضروف وبالتالي نقلل الضغط على العصب. هل ده بينفع؟ بينفع في انواع كثيرة من انزلاق الغضروفي اللي بتيجي بدري، لان الغضروف لما بيتساب بيتطور. يعني ايه؟ الغضروف ده عامل زي انبوبة معجون السنان، كل ما تتك عليها اكتر كل ما تطلع اكتر. اذا كل ما حضرتك عندك الام ومستحملها وبتاخد مضادات وتروح واحد يدلك لك ظهرك وواحد يشتغل لك بالنشابه والتالت يديك حقنه مش عارف في ظهرك، خلاص انت عمال بتداري المرض. لا، واجهه، لان اصبح الان المواجهه بقت سهله وبسيطه، انك من غير ما تفتح لا ظهرك ولا تكسر عضلاتك ولا تكسر عظمك ولا تفضي حاجه من ظهرك، انت ممكن قوي تستريح.